عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما على طول. النهاردة بقى فيديو جديد خالص مختلف. النهاردة بقى معانا كده ده كربات شمرت بالصلاة على النبي كده جميل جدا. وقلت بقى انا لازم يا بنتي يا سومة اول ما تيجي تصوريه لازم صحابك وحبايب قلبك واخواتك يبقوا معاكي خطوة بخطوة بتعمليها، لازم يشوفوها ولازم يحضروا معاكي انت بتعملي ايه بالظبط. فدلوقتي بقى انا معايا دكر البط الجميل ده. هو مش عجوز على فكرة، هو شمرت. فانا حبيت انا اللي انضفه معاكم عادي. انا كنت ممكن اوديه عند واحدة بتاعت فراخ وكده وهي تنضفه وكده، بس انا حبيت انا اللي انضفه بايديا. فبصراحة انا حبيت ان انا اخليكم تتشاركوا معايا في الدكر البط بتاعنا ده وانا بنضفه. ف فطبعا لو انت اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وعشان غيرك يستفاد بالفيديو، عشان برضو لو في عروسة داخلة مثلا في بيت عيلة ولا حاجة وزي ما حصل معايا برضو نضفي يا حبيبتي يلا البط ومش عارفة تقوم بقى طبعا العروسة بقى لسه بقى داخلة لسه جديدة ولسه عروسة، طبعا هتحرج ترد وتقول حاضر يا ماما وهتسمع الكلام، ومش هتبقى حاطة في دماغها ان هي مثلا عايزاها تشتغل بقى من اولها في تنظيف البط ف فالفيديو ده لازم نعمل لايك كتير عشان غيرنا يستفاد، وعشان برضو البنات اللي لسه مبتدئة تتعلم برضو. تمام. فانا حبيت ان انا اشارككم معايا في الفيديو ده بصراحة. فما تستعجبوش ولا تستغربوا من ازاي هي هتنضف ذكر البط، لا يا جماعة عادي والله. انا ممكن اوديه يتنضف وكل حاجة، بس انا حبيت انا اللي انضفه بايديا هنا وعشان انا اشارككم معايا فيه. فيا رب كده الفيديو النهارده بتاع النهارده كده يعجبكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكومنتات كتيرة جدا. عايزة كومنتات كده حلوة تفرحني. تمام. وتشجعوني كده وانا والله العظيم والله العظيم بجد انا حاسه ان انا بتكلم مع اخواتي فعلا. و... وعايزه فيديوهاتي كده تعجبكم، وكل فيديو تتفرجوا عليه تعملوا عليه لايك وكومنتات اهم حاجه. واللي بيتابعني يا ريت يكتب لي في الكومنت، يسيب لي كومنت ويقول لي هو بيتابعني من هنا حته. انا بحب اعرف كده بصراحه يعني. فانا دلوقتي انا حطيت اهوت ميه على النار بتغلي اهي اهي. دلوقتي انا سايبه ميه اهيت على النار، دلوقتي هي بتطلع بخار اهيت وهي سخنه مولعه دلوقتي. فانا لحد ما ذبحت ذكر البط ده انا كنت مولعه عليها قبل ما مولعه على الميه ديت قبل ما اذبح الذكر لحد ما تسخن وكده. هي دلوقتي سخنت واكيد بقى هي هتغلي حالا. فهي اول ما تغلي ان شاء الله كده اقوم نازله بيها على على الذكر البط بتاعنا ده. هقوم نازله عليه بالميه السخنه ومنضفهم. بس معلش بقى في التصوير لو التصوير مش هيبقى واضح معاكم شويه، علشان انا هبقى ماسكه الذكر طبعا بنضفه، مش هبقى ماسكه الموبايل بايديا. فلو انا معرفتش هوقف الفيديو معلش. تمام حبايبي. فدلوقتي انا هشوف الميه اهوت، هستنى لحد ما الميه تغلي واقوم حطها على الذكر وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو حبايبي. ورجعت لكم تاني حبايبي اهوت عشان ابقى انا مرضتش احط الميه بصراحه بعد ما غليت. مرضتش احطها غير ما قلت لازم احطها معاكم، وعشان خطوه خطوه اعملها كده تبقوا شايفينها معايا وكده. فانا حبيت دلوقتي اهوت الميه غليت اهيت معانا. تمام. فانا هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصب الميه
لازم ترش الميه كده على الايه، على ذكر البط كله عشان يتنضف معاكي بكل سهوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده كده. فلازم ايه نسيبه بقى ونفضل ايه نقلبه كده بالراحه كده، نقلبه وشه وضهري كده كده. نقلبه وشه وضهري كده من تحت لفوق كده علشان ايه يتنضف معانا ايه بكل سهوله. والجناحات بتاعته ديت اهم حاجه عشان الريش ايه بيطلع بصعوبه. سخنه. لازم يتقلب كده. لازم يتقلب كده يا جماعه. نبدأ بقى نرجعه على الجنب التاني ده كده كده يا دوبك هنا، يعني ما يكملش دقيقة يعني على الجناح ده والجناح ده عشان ما يتهريش منك. ما تسيبوش فترة طويلة في المية علشان ما يتهريش منك، اهم حاجة. والديل بتاعه كده تفضلي ايه ملحاه كده تضغطي كده، تغطسيه كده اهوت. نقلبه بقى على بطنه كده. تغطسي برضو ديله عشان ايه يتنضف معاكي على طول، ما تتعبش نفسك في التنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنبقى نشيل بقى الراس بتاعته دي. شيلنا الراس بتاعته اهيت. يبقى جنبك كده كيسة كده ولا حاجة تحط فيها الايه الحاجة دي. كيسة تانية اهيت عشان الكيسة التانية تبقى مقطوعة. فاحنا دلوقتي بقى بنضطر ان احنا ايه نشيله من المية. بصوا يا جماعة، انا دلوقتي هشيله من المية وهرمي المية ديت وارجع لكم تاني. تمام اهو يا جماعة بعد ما دلقت المية. تمام نبدأ بقى كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وننضف بقى. هو سخن نار لسه يا جماعه، تبقوا خلي بالكم برضو بالراحه ايه، ولازم سريع سريع كده وهو سخن كده عشان ما يبردش معاكم، وبالراحه برضو عشان ايه الجلد ايه ما تتشالش معاكم. تمام زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. يا رب بس التصوير قدامكم يكون واضح. حبايبي
الجناحات بتاعته ديت هي اللي بتبقى جامدة شوية، فمعلش. هي بتبقى جامدة كده، ده الطبيعي يعني، الجناحات بتاعته دي بتبقى جامدة كده. بصوا يا جماعه، انا هنضف الريش ده اهو، ماشي، انضفه كله من الريش بتاعه كده، وايه، وارجع ارجع لكم تاني، ومش هفتح بطنه غير وانتوا غير لما تبقى حضرتكم معايا، تمام. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما نضفت اهو دكر البط، ماشي كده، بعد ما نضفنا خالص من الريش بتاعه، من الريش اللي فيه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده على فكره يا جماعه ده تربيه بيتي، تربيه بيتي والله، انا اللي مربيه على فكره. وهو فاضل عندي بطتين بس دول لسه صغيرين، فانا قلت هذبح ده بقى وانضفه عشان بيضرب البط اللي عندي، فانا قلت هذبحه وانضفه واقطعه. انا مش هعمله بحاله، اول ما اجي اعمله مش هعمله بحاله كده، هقسمه نصين واعمله على مرتين اتنين احسن. فكل اللي يشوف الفيديو ده يا جماعه يصلي على النبي كده ويذكر اسم الله، عشان الفيديو يبقى فيه بركه. فدلوقتي انا حبيت ان انا قبل ما افتح بطنه قلت لا، لازم افتح بطنه ده معاكم، لازم تشوفوه، عشان اللي مش هتعرف برضو اللي مش عارفه تعمله كده لما تيجي تنضف بطه عندها في البيت ولا حاجه ومش عارفه تنضفها، فتشوف الفيديو وتعمل ازاي. فبسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي هنبدا ببطنه كده. كده تقومي بايديكي، تقومي فاتحه الحته دي كده، فاتحه بطنه بايديكي كده عشان تعرفي تمدي ايديكي وتطلعي. والحته الزياده اللي هنا دي بتتشال، الحته دي يا رب بس تكون مبين عندكم، واضح عندكم في الفيديو، الحته دي بتتشال. الزيادة ديت اللي هنا دي بتبقى بتتشال، ماشي، والحتة اللي ورا ديت برضو بتتشال، فبتمسكيها كده. تمام كده يا حبايبي. على فكرة يا جماعة انا اول مرة انضف البط عندي في البيت بصراحة. فدلوقتي بقى احنا فتحنا بطنه اهي، نبدأ بقى بالراحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمد ايديكي كده وتسلكي المصارين بتاعته، تطلعي بقى بايديكي كده، دي القمص اهي ما شاء الله.
ده محمد ابني بقى، ده القلب اهوت ما شاء الله. فالكبدة بقى واحنا بنطلعها نطلعها بحذر كده عشان المرارة. تمام اهي، دي شكل المرارة اهي. بصوا دي شكل المرارة، فنخلي بالنا نسلكها ايه لما نيجي نشيلها بالراحة كده، عشان لو فرقعت هتمرر معانا الحاجة. يا جماعة فتحنا طلعنا الكبدة اهي ماشي، والمرارة سلكناها بالراحة خالص، ودي القرصة لسه. طبعا بقى بقيت مصارينها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تسلكي الحاجة اللي جوه كلها. لا يا محمد مش دلوقتي، مش دلوقتي يا محمد، اخلص واديك ماشي. شاطر يا محمد. استنى بقى لما اخلص اللي في ايدي وابقى اديك. روح اتفرج على لولو يلا. ماشي بقى. اتفرج على وناسة بقى عشان انا بصور. وصلي اديني فلوس عشان يا محمد. دي بقى ايه اللي اهي، دي بقى دي بتشدها قوي كده. بقى ايدك كده تشد الايه الحاجة اللي جوه الجامدة دي، تجيبيها تنضفي. لازم زوره بقى، حتة الزور دي لازم تجيبيها برضو كده. وفي حاجة اسمها الشفة والحاجات ديت لازم تتشال برضو، دي لازم تتشال كده. ايه الدكر معانا بقى مية مية، نضفنا بطنه كده خلاص. نفتح بقى اخر حاجة معانا، نفتح زوره كده. الزوره ده تفتحي كده. انا يا جماعة على فكرة تعليم البط، تنظيف البط ده انا متعلماه من ماما، من امي. ولما جيت بقى لما اتجوزت وكده، جيت حماتي، جيت على الفرح، على البط بتاع الفرح بتاعي، قالت لي يلا يلا يا سومة، يلا يا سومة عشان تنضفي البط. وانا ايه كنت لسه عروسة بقى بعد 15 يوم من بعد فرحي. فنزلت قلت لها حاضر يا ماما ونزلت بقى نضفت البط وكده، وبقيت فرحانة ومستغربة. اصلا انا متجوزة في بلد ارياف وانا جاية من مدن. انا متجوزة، انا قاعدة في مدن، بس انا اتجوزت في بلد ارياف. فهي مستغربة ازاي بقى اللي جاية من بلد ارياف ديت هتعرف تنضف البط. كانوا عايزين يضحكوا عليا وسلفتي بقى تضحك عليا وكده، بس الحمد لله يعني محدش شمت فيها ساعتها. فبصوا يا جماعة انا دلوقتي اهو نضفت كل حاجة وخلصت، فاضل بس القرصة ده هي كمان صحيح انا نسيتها خالص. ديت بالسكينة. روح اتفرج على لولو يلا يا رحيم، اتفرج على لولو يلا. هفتح بقى القنصة دي كده، تفتحها كده من يلا يا رحيم هنا. تفتحي بقى القنصة دي كده وتنزلي الحاجة اللي فيها، تفضيها، تفضي الحاجة اللي فيها كده. يا رحيم روح اقعد يلا. اقعد اتفرج. فنبدأ بقى نشيل ايه الجلدة الايه
الجلد دي كده. ماما نعم يا رحيم، نعم يا محمد. يا فلوس طيب هخلص اللي في ايدي واقوم اديك، ماشي؟ دول اتنين. حاضر، هخلص اللي في ايدي واقوم اديك. افتح الكوكي. لا يا حمص، هخلص اللي ورايا واقوم اجيب لك. واقفل الباب يا محمد. معلش يا جماعه، بس محمد ابني هو ما بيقعدش ساكت بصراحه، هو شايفني بصور بقى فعايز ايه يلهيني بيه. فبصوا انا هخلي ديت اخر حاجه، واقوم بس عشان الدم ده هقوم احط البطه ديت في الميه وننضفها بقى، نكمل تنظيفها كده في الحوض وبعدين ننقعها بقى. تمام. دلوقتي بقى جفلت تاني اهو، ندور كده في الحوض اهو. هكمل بقى تنظيف في الحوض كده، لازم تحت الميه عشان الدم ما يمسكش في الجلد بتاعه. تمام. تنضفي كده بطنه من الدم اللي فيه كده، وتنزلي الدم اللي فيه كده. كده تنضفيه حلو، لازم تنضفيه حلو وكويس جدا. وقبل ما تحطيه في التلاجة تنقعيه في المية كده، لازم تنقعيه في المية كده شوية، بس بعد ما تنضفيه كويس قوي، بعد ما تتأكدي ان انت كده خلاص نضفتيه تمام وما عادش فيه دم ولا اي حاجة. ولسه فاضل يا جماعة صف الضفر ده لازم يتشال، لو هو باين عندك في الكاميرا لازم الضفر ده يتشال. فبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. وزنه حلو، وزن الضفر حلو ما شاء الله، وزنه ما شاء الله حلو. والتربية البيتي ديت يا جماعة بصراحة مفيش أحسن منها، التربية البيتي ديت مفيش أحسن منها ما شاء الله. نسلك بس الحوض بتاعنا كده. الحاجات ديت أهم حاجة ايه، نسلك نشيلها من الحوض عشان ما تسدش معانا الحوض بتاعنا. نشطه بقى كمان شطفة حلوة كده. يبقى كده الضفر بتاعنا جاهز معانا ومية مية. اهو يا جماعة ده الدكر بتاعنا اهو، ماشي بالحاجة بتاعته اهيت والكبدة اهي والقمص اهي. تمام. فهو كده الدكر بتاعنا، انا هسيبه بقى منقوع كده نص ساعة او ساعة الا ربع بكتيره قوي، وبعد كده هقطعه وبعدين هشيله ايه في كيسين اتنين وعينه في الفريزر. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتعملي اشتراك في القناة. لو يا رب لو استفدت بالفيديو اكتبي لي في الكومنت، ولو فادك اكتبي لي برضه في الكومنت. اشوفكم في رعاية الله، بحبكم في الله حبايبي.